بيقولك there is no deadline for your dreams. مفيش اصلا ديدلاين لاحلامك. عايز اقول لكم انا زمان كان نفسي شركتي تبقى انترناشونال. زمان ده 2016 و17 ما كانش عندي فرصه افتح فيها الشركه في اي بلد تاني في العالم غير فرنسا. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف كلمه واحده فرنساوي، بس انا كنت عايز افتح الشركه في فرنسا. فتحت شركه في فرنسا وفشلت فشل ذريع. ما حدش سالني فشلت ليه، ما بعرفش اتكلم فرنساوي، وصرفت فلوس كتيره لسه لحد دلوقتي ليا 1000 يورو في البنك والله عايز اروح اخدهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه كبرت شويه في 2020 فرحت امريكا ففتحت الشركه في امريكا. فتحت شركه في امريكا جبت ساعتها 2 كلاينت هناك بس ما كملتش، لا عشت في امريكا ولا عملت حاجه في امريكا. طول الفتره دي ما كنتش عايز افتح في دبي بصراحه، كنت باك اند فورس وفي الاخر فتحت الشركه في دبي. انا قاعد دلوقتي في الشركه في دبي وبكلمكم. فانا عايز اقول لك انا هفتح تاني في امريكا على فكره وهشتغل في امريكا، وعارف ان مفيش ديدلاين. يعني مش المفروض اعمل ده كمان 3 سنين، مش المفروض اعمل ده كمان 4 سنين. فمفيش ديدلاين لاحلامك. لو عندك احلام خليك كاتبها، خليك باصص عليها، ملهاش ديدلاين. صدقني لو ما حققتهاش دلوقتي هتحققها بكره، لو ما حققتهاش بكره هتحققها بعد بكره. المهم اصلا يبقى عندك احلام، المهم اصلا يبقى عندك خطوات لاحلامك. صباح الفل عليكم.